الحلقة الأخيرة من مسلسل ليل بتكون مختلفة جدا عن النسخة التركية، بل بتكون أفضل وأحسن كمان، لأن نهاية النسخة التركية ما عجبتنيش صراحة. في النسخة التركية بعد ما ورد ونجم ما كانوا عاملين زي القط والفار طول المسلسل، ورد اتخلت عن بنتها ملاك ونجم وسافرت للخارج علشان تقعد في المصحة النفسية اللي كانت بتتعالج فيها زمان. والغريب بقى ان بنتها ملاك تقبلت الموضوع ده عادي، وكمان نجم مضيعش وقت وتعرف على واحدة جديدة بالصدفة وحباه واتجوزها، وخلف منها ولد كمان علشان يشيل اسم العيلة. وطبعا لان في وقت عرض النسخة التركية النهاية ما كانتش مرضية للجميع، طلع اخبار ان بطلة العمل في النسخة التركية تعرضت لوعكة صحية وما كانش هينفع ان هي تكمل احداث المسلسل، فخرجت من المسلسل وتم استبدالها ببطلة جديدة وتغيير مجرى الاحداث. في النسخة العربية الاحداث بقى ماشية لحد دلوقتي بنسبة اقتباس كبيرة جدا من النسخة التركية، بس اخر كام حلقة بقى بيفرقوا في النهاية. طبعا نجم كشف جانا وعرف ان هي مش حامل وبتكذب عليه، وكمان كشف يارا وعرف ان هي اخت نورس وان هي جايه تنتقم منه. وهنشوف كمان ان يارا بتحاول تنتقم ولكنها بتفشل، بس بسبب باسم، لان باسم بيدافع عن ورد ساعتها. وبعد كده ورد بتتكلم مع يارا وبتاخدها بالسياسة وبتحاول تقنعها، وبتقول لها ان هي تسامح في مقابل ان هي تاخد فلوس نورس، وكمان ممكن تتجوز باسم لان هي بتحبه احسن ما تدخل السجن وتضيع عمرها. وهنشوف بقى ان جانا بعد ما بتخسر كل حاجة بتروح علشان تتخانق مع جيهان، لان هي عرفت ان جيهان اعترفت بكل المخطط لنجم، ويارا بتدافع عن جيهان في اللحظة دي، وبتكون النتيجة ان جانا بتدفع يارا بالخطأ، فيارا بتقع على الارض وبتنخبط في رجل السرير وبتتوفى. وباسم بيبلغ الشرطة وبيقبضوا على جانا، وجانا طبعا علشان ما تضيعش لوحدها بتبلغ عن نجم وبتعترف وبتقول على مكان قبر نورس فين، ونجم بيتقبض عليه. وفي المحكمة نجم ما بيكونش عنده أدلة قوية علشان ياخد البراءة، ودليل براءته بيكون مع شخص واحد فقط وهو السفير جمال، وهو فيديو متصور لحظة سقوط نجم ونورس من أعلى العمارة، مبين إن نجم كان بيدافع عن ورد وكان بيدافع عن نفسه، ونورس هو السبب في سقوطهم من فوق العمارة. والسفير طلب من ورد إن هي تتجوز باسم لمدة سنة على الأقل، وتديه كل الفلوس اللي هي هتورثها من نورس في مقابل ان هو يخرج نجم من الحبس. وهي بتوافق ونجم بيخرج من الحبس وبيتفاجئ وبينصدم لما بيعرف ان ورد اتجوزت باسم، وبيطلب منها ان هي تتطلق، وهي بتقوله مش هينفع، لازم استنى مع باسم سنة على الاقل. وهنا يا اما السفير بيدخلها هي السجن، وهنا بتكون الحلول كلها مقفولة قدام ورد، فبتقرر بقى ان هي تهرب وتسافر علشان نجم ما يدخلش في حوارات جديدة مع باسم ويدخل السجن تاني. طبعا النسخة التركية ورد سافرت وما رجعتش، وباسم عمل حادثة طبيعية وتوفى، ونجم عاش حياته مع واحدة تانية واتجوزها. في النسخة العربية كل ده بيحصل، ولكن ورد بتقرر بقى ان هي ترجع من السفر بعد ما باسم بيتوفى في حادث طبيعي، وجانا بتكون في السجن، والسفير بيكون اخد الفلوس كلها وهرب بره علشان يعيش حياته، وما عادش في عزول ما بينها وما بين نجم. فبترجع تاني النجم وبيتجوزوا وبيعملوا فرح كبير في القصر. وكمان رنا بترجع لنبيل بعد ما عبير بتختفي من حياته، وبتكون رنا حامل وبتخلف ولد. ودي بعض احداث النهاية السعيدة للمسلسل.